الزمالك يقيم فريرة مكافآت في الأهلي ويوم تاريخي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. الزمالك يقيم فريرة في التوقف الدولي. مجلس إدارة نادي الزمالك هينتظر للتوقف الدولي في شهر أكتوبر عشان يقيم البلجيكي فريرة، خصوصا بعد الخسارة من الأهلي، ودي الخسارة الثانية في 9 مباريات بجانب تعادلين، وده مستوى نتائج غير مقبول في مجلس إدارة نادي الزمالك. وكمان أعضاء مجلس الإدارة بتوع الكورة مش عاجبهم مستوى الفريق ولا الأداء، ومعترضين على استمرار فريرة. مجلس إدارة الزمالك هيجتمع مع جون أودوارد المدير الرياضي، وهيتم حسم مصير فيريرا مع الفريق بالاستمرار أو الرحيل، ومين البديل في ظل رغبة أعضاء المجلس في تعيين بديل محلي. ولكن في آراء تانية متمسكة بتعيين مدير فني أجنبي، ولكن ده هيكون قرار نهائي لرحيل فيريرا ولا المدير الرياضي هيكون ليه رأي تاني. الأهلي بيصرف مكافآت إجادة بعد الفوز في القمة. قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة إجادة بعد الفوز على نادي الزمالك 2-1 في مباراة القمة 131 وفي الجولة التاسعة في الدوري المصري، ودي مكافأة خارج لائحة مكافآت الخاصة بالفريق. وليد صلاح الدين اتمسك بمكافأة الإجادة عشان ترفع من معنويات اللاعبين، وقال لمجلس إدارة النادي الأهلي لازم نتعامل نفسيا مع اللاعبين ونرجع مكافأة الإجادة ونستخدم أسلوب زمان عشان نحمس لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. في يوم تاريخي للنادي الأهلي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، النهارده الساعة 8 مساء فريق يد النادي الأهلي على موعد مع التاريخ في مواجهة برشلونة الأسباني في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد عشان حلم الوصول للنهائي. الأهلي مركز عشان يحقق إنجاز تاريخي ويوصل للنهائي، والفرصة أمام برشلونة ممكن تكون أفضل من مواجهة فيس بريم المجري أو ماجدبورج الألماني، واللي هيخوضوا المباراة الثانية في نصف نهائي بطولة العالم للأندية. الزمالك متمسك بالتعاقد مع حسين زكي. الساعات الجارية بتشهد مفاوضات مكثفة بين النادي الزمالك ونادي سموحة عشان قيمة رحيل حسين زكي عن تدريب نادي سموحة وتولي تدريب نادي الزمالك بعد إقالة المدير الفني بعد النتائج في بطولة العالم للأندية. حسين زكي وافق على تدريب نادي الزمالك، ولكن تعاقده مع سموحة يمنع رحيله، وفي نفس الوقت مجلس إدارة نادي الزمالك عايز مدرب محلي ورافض فكرة المدرب الأجنبي تماما. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد. متنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة النهاردة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟